جيت حق اخوي العزيز الغالي ابو محمد اليوم في هالمزرعه الطيبه المباركه، الله يربيها رزقه ويبارك له ما شاء الله تبارك الرحمن. اي والله والله طبعا جيت انا في هالمكان قبل سنه ونص يا جماعه. اي والله ما شاء الله، يقولوا ما شاء الله تبارك الرحمن على هالمكان الطيب. هذا حق اخوي ابو محمد ما شاء الله تبارك الله، يا ربي يبارك له ويعلى لدينا ما تبسها النار يا رب العالمين. شوف والله جيتها مع الولد ولدي احمد وابو ابراهيم ما شاء الله عليهم الله يحفظهم وياه، قاعد يتمشون مستغربين من المكان. شوف المكان هذا شوف شلون، يعني الواحد اللي يتعب يحصل. شوفوا الزراعه شلون فيها الماء والخضره والوجه الحسن ما شاء الله تبارك الله. اي والله يا جماعه شو اقول لكم، مكان طيب. ابو محمد بيض الله وجهك، كيف الحال؟ الله يحييك. انا جيتك قبل سنه ونص في هالمكان هذا بس ما شاء الله اقول على دينك ما تمسه النار. اللهم صل على محمد وعلى محمد واصحاب المنتجبين يا رب العالمين. في هاليوم المبارك، اليوم اخر يوم في رمضان، والله يعود علينا وعليكم ان شاء الله وعلى الامه الاسلاميه ان شاء الله باليمن والبركه، ويجعلنا وياكم من عتقاء من النار يا رب العالمين. يا اخي شو اللي سويت انت، شو اللي عملت ما شاء الله تبارك الله عليك. تعب، يقولون من تعب لقى. ايه الشاي طال عمرك لا قابلته نعم وديته وحبيته صحيح يستوي اكيد بالجد والاجتهاد. صحيح يقولون من جد وجد. نعم. زرع حصد ومن مشى على الطريق وصل، هو لا قام يمشي بيارقد. لا بالله حصدت يا ابو محمد. انت ما شاء الله حصدت ولقيت، والله يا ربي يبارك لك ويرزقك واقل ما تحط يا رب. فلوحه طال عمرك. بس متعب يا ابو محمد الفلاح. لا مو متعب، بالعكس شلون؟ تعبها اكبر روحه عندي. ما شاء الله عليك. بس ما في يعني طمع، ما فيها. احنا مثل هاللي تشوف ضروبه ما في شيء. صحيح. ما في شيء كلش. يعني هبابك اللي تطلع تحطه حق هالدبج. كحلها والبس بعينها. الله اكبر. اي صحيح. ما فيها ما. بس والله سويت محل جميل صراحه، محل يبهج القلب والخاطر ما شاء الله تبارك الله. راح سياح يا ابو محمد. والله صراحه محل يعني كل الاشجار الجميله اللي انفقدت في الحسه حطها ابو محمد الان موجوده. شوفوا تبارك الرحمن يعني الان متوفره. يعني ما شاء الله كل الخوخ حطيت والتين والتوت والموزه ما شاء الله. شيء يطلب قولك انت موجود عندي. الله يا ربي يبارك لك، الله يا ربي يرزقك. ما يجي التليفون ما شاء الله. لا بالله صراحه ابدعت يا ابو محمد. اذا انت فلاح ما عندك هلا صنوف يحطهم لجنه صحيح اقول بارك الله فيك. والله صراحه يا جماعه اني والله جيت ارض قاحله وشوفوا شلون صارت من ارض